يستسلم الساسة الشرق أوسطيون رغم تمايز بيئاتهم القمعية لمفاهيم ميكافيلية شاذة في استنادهم لثقافة تنظيمية تحايلية مشوهة غايتها برمجة الجماهير لخطاب ديماغوجي يمهد لتكوين خلايا نمطية مستنسخة عن أفكار الزعيم الروحي، أسوة بالشخصيات الطائفية والمرجعيات الدينية. الهدف من ذلك هو إفراغ كل محتوى ذي معنى، إذ إن العلمانية كمعنى ليست كالتي يكرس لها الساسة على الأرض الواقع، وذلك ينطبق تماما على أصحاب المرجعيات الدينية التي ادخرت كل الخطابات المتشنجة لصالح استثمارها في الحرب وتحقيق الأهداف النفعية. يشهد رواد الربيع العربي تنافسا وتسابقا فظا على إنتاج التطرف كل حسب موقعه وإنشاء ديكتاتوريات واهنة وقادرة على أن تكون النموذج الأسوأ. فتأملنا لديكتاتوريات القرن العشرين في العالم العربي يعطينا نتائج متناقضة تجتمع بعبارة كلية، وهو تحقيق مطلب الانفجار العظيم لشعوب اعتادت الركوع والقمع عبر عقود. الأمر الذي جعلها تنتقل لطور الديكتاتوريات الجديدة المبنية على الفوضى وتفتيت الجغرافيا واستثمار التطرف في أوساط النخب الشابة. فالشرق الأوسط بات يزرع بالميليشيات، والسبب يعود لتحكم الساسة المتحايلين على مفاصل الحياة السياسية على نحو هائل، مستفيدين من إبعادهم للمتنورين أصحاب الملكات الإبداعية، أعداء الميكافيليين الجدد إن صح التعبير. يمكن أن نعتبر أن الميكافيليين الجدد هم المشوهين للميكافيلية التي قرأنا عنها في كتاب الأمير. إنهم لون مشوه وشاذ لها، إذ أنهم فاقوا الميكافيلية غطرسة واستخداما لكل شيء دام وقدر لأجل الوصول للغاية. إن استغلال كل شيء لأجل الغاية هو الذي راح يعبر عن نفسه من خلال الإعلام الذي بات الطاحونة التي تقود الحروب الميدانية وتتحكم بمصادر الخبر والتأثير، والتي تعتبر الحلبة التي يتنافس عليها الساسة في كل الميادين والصعد. ودمتم بخير.